خلينا نبدا باول قطعه معانا وهو المعالج والكارت مع بعض. واخترت لك الرايزن 3 2200 جي واللي بيجي حاليا بسعر 1500 جنيه في المتوسط. والمعالج نفسه اداؤه كويس، تقدر تقارنه مثلا بالاي 3 من الجيل الثامن. لكن اللي بيميز المعالج دوت جدا هو الكارت الداخلي اللي موجود فيه، واللي هيقدم لك اداء اكتر من ممتاز في الالعاب. حاجات مثلا شبه جي تي اي في وفالورانت وفورتنايت وببجي موبايل، كل الالعاب ديت واكتر هتشتغل على التجميع ديت من غير اي مشكله. وخلينا ننتقل لتاني حاجه معانا وهي المذر بورد. واخترت لك اي 320 اللي بتيجي بسعر 1500 ل 2000 جنيه في المتوسط، ودوت سعر المذر بورد المستعمله. وبالنسبه للرامات اللي اخترت لك للجهاز فهي قطعتين 8 جيجا رام دي دي ار 4، وهيكون سعر القطعتين حوالي 1500 جنيه. واهم حاجه ان هم يكونوا قطعتين كل قطعه 8 جيجا. وننتقل بعد كده للتخزين، واخترت لك نوعين من التخزين. الاولى اس اس دي 120 جيجا بسعر 400 ل 450 جنيه، ودوت للبرامج والويندوز. وهارد 500 جيجا مستعمل بسعر 200 ل 250 جنيه، ودوت عشان تحط عليه الالعاب. وبالنسبه لاخر قطعتين وهما الكيس والباور، فاخترت لك باور 400 واط مستعمل، هتلاقي سعره 500 جنيه في المتوسط، وهيبقى كويس جدا للتجميع ديت حتى لو حبيت ان انت تحدث في المستقبل وتجيب كارت خارجي. وبالنسبه للكيس فاي كيس في حدود 300 او 500 جنيه هتبقى كويسه.